مش كل حاجة عاجلة مهمة، ومش كل حاجة مهمة عاجلة. دايما اقول كده، المدير الشاطر فاضي. شاطر ليه؟ شاطر لانه عرف يمانج وقته هو، مش وقت التيم بتاعه كمان. شاطر لانه عرف يهرب من الحاجات اللي ملهاش لازمة. شاطر لانه عرف بقى يبقى عنده وقت يختار فيه الحاجات اللي ليها لازمة ويعملها، فيجيب جون، فيبقى معلم. زي صلاح كده في الماتش الكورة. لو اتفرجتوا على اي ماتش كورة تلاقوا دايما المهاجم واقف طول الماتش بيتمشى خطوتين لورا خطوتين لقدام، لكن ات سام بوينت تجيله الكورة هو موفر مجهوده بقى ياخد الكورة ويطلع زي الصاروخ يرجع الجون يجيب الجون. فهو عشان كده مهاجم شاطر. خليك صريح مع نفسك. انك تبقى مشغول مش ده معناه انك متقدم. في ناس شغلها كتير، مكالمات، ايميلات، اجتماعات، قرارات طول اليوم، وفي الاخر مفيش خطوه حقيقيه لقدام. وده اسمه البيزي تراب. بيزي تراب يعني انت واقع في فخ كده يخليك حاسس انك مهم. صباح الفل، انا بس مهم، انا بتمشى في الشركه، تعالى انت بتعمل ايه، تعالى انت بتعمل ايه، ايوه هرد عليك حالا، هبعت لك الايميلات. وده كتير قوي. حتى في المسلسلات دايما يجيبوه بيزي تراب. دايما يجيبوا المدير عشان يقولوا ان ده مدير، يقولوا عليه ايه، مشغول، لان هو ده وصفه، هو ده حاجته. انت محبوس جوه الاوبريشن. الانشغال ساعات بيبقى هروب من القرارات الكبيره. على فكره يعني مش تلاقي واحد كده عنده قرار المفروض قرار مصيري في حياته، حتى في علاقته الشخصيه، وبعد كده تلاقيه مشغول على انه يقعد يفكر في القرار المصيري ده. فساعات الانشغال كمان بيبقى هروب من التفكير الحقيقي، هروب من انك تقف وتسال هو انا رايح فين، طب انا رايح صح، طب مش كل حاجه بسرعه كده، ولا مش كل حاجه مهمه. ففي بتاع كده بتاع التايم مانجمنت اللي هو هام وعاجل وغير هام وغير عاجل. مش كل حاجه عاجله مهمه، ومش كل حاجه مهمه عاجله. يعني مش كل حاجه لازم اعملها دلوقتي حالا، دي حاجه مهمه، لو ما عملتهاش على فكره الدنيا مش هتخرب. ومش كل حاجه مهمه لازم اعملها دلوقتي حالا. في حاجات مهمه ممكن تستنى كمان 4 ايام نعملها والدنيا ما تخربش. الناس اللي بتكبر بجد مش اكتر ناس بتشتغل، اكتر ناس بتختار تعمل ايه وما تعملش ايه. ومش بس كده، واكتر ناس تختار تعمل ايه امتى وما تعملش ايه امتى كمان. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا وانا هطلع لك تاني كل يوم.